طبعا الآن أنت تجي تسأل إيراني ولا معمم تقول طيب هو قتل في المدينة، لماذا مقامه موجود في إيران؟ صحيح. ماذا يجيب؟ ماذا سيجيب؟ سيجيب بالإجابة التالية، إجابة حقيقة تحتاج إلى كوب شاي. أنا أدعو كل الإخوة أن يحضر كوب شاي ولا كوب قهوة وشطيرة ويأكلها ويضحك ويبتسم. صحيح، هذا الواقع. يقولون أن أبو لؤلؤة عندما قتل عمر هرب إلى وين؟ إلى علي، وهو فزع، قال لقد أنقذتكم من عدوكم اللي هو عمر وقتلته وهم الآن بصدد قتلي. فقال علي تعال وقف على قدمي، قف على قدمي. فوقف على قدميه، فرفع علي بن أبي طالب قدميه بكل قوة، وطار أبو لؤلؤ المجوسي، طار ومشى آلاف الكيلومترات. وين؟ فوقع في إيران، فوقع في إيران في المكان الذي فيه المقام حقه، المقام الذي طبعا أقيم له وسكنها وتزوج فيها وأنجب، ثم عندما مات أقيم له هذا المزار. ولكي يبين لك الشيعة مصداقية النص قال وفي رواية أخرى، شو هذا العجب، وفي رواية أخرى أن علي بن أبي طالب قال له اقعد، ثم ضربه بكفه على هامة رأسه ضربة شديدة فساخ في الأرض طبعا، وانتقل تحت الأرض شكلها قطارات أرضية إلى إيران، ثم خرج في شيراز هناك في إيران، وطبعا أكمل يعني تزوج وأنجب وأقيم له بعد وفاته المقام. شوف عجائب. طيب نرجع ونقول والله هذا يا شيخ يعني هذا محترف من يعني لو مشينا على لفظ الكرة يعني ضربة قوية يعني، ولا من البرازيل ولا يعني شوتة هذا من المدينة إلى عندهم ترى النصوص الضربات القوية عندهم.